الفيديو ده مهم وخطير، بس ارجوك اسمعني للنهايه والله هفيدك. جابوا صندوق وحطوا فيه سمك، وحطوا سمكه تانية اكلت لحوم زي البرانه كده، وحطوا لوح زجاجي فيصل بيناتهم. السمكه جاعت، فضلت تضرب مره واتنين في اللوح مش عارفه تعدي. بعد فتره شالوا اللوح الزجاجي، وبقى الامر طبيعي، شايفه السمك قدامها ومش راضيه تلط. خلاص هي حاولت مره واتنين وفشلت، وفضلت جعانه لحد ما ماتت. طيب صلي على سيدنا النبي لو اسم النبي غالي عليك، وشارك الفيديو لاني والله مهم وهفيدك، واسمع كلمتين من اخوك ينفعوك. المغذي من القصه او التجربه، في ناس كتير فشلت، في ناس كتير ركنت، جربت مره واتنين وخلاص انا مش هنفع. المغذي من الفيديو او اللي انا عايز افيدك بيه، اوعى في يوم من الايام تكسل، اوعى في يوم من الايام تقول انا فشلت. شيخ النقشبندي رحمه الله عليه، اللي العالم كله بيحبه والناس بتعشقه وصوته وابتهالاته، قدم في الاذاعه حوالي 5 أو 6 مرات، مش فاكر بالظبط، ومفيش مره فيهم فشل. تخيل لو في مره من دول فشل، محدش كان سمعه ولا حد سمع الصوت الجميل ده. فاوعى في يوم من الايام تيأس، لا اصل انا معايا شهاده وهقعد لما اشتغل. خليك لما تعجز، لا انت متجوز ولا مخلف ولا هتلاقي تاكل، استنى القطر بتاعي، مش مستوايا يا عم. اشتغل باي مبلغ. انا هشتغل في شغلانه ب4 5000، هي اي نعم يعني مشيها حالك، بس احسن من القعده. اعمل مشروع ويخش وجارب، سافر وغير. اوعى في يوم من الايام تتعب. ربنا عز وجل يقول إن لا نضيع اجر من احسن عمل. الله اكبر. احلامك هتتحقق، ادعي ربنا. اهم حاجه يكون عندك يقين في الله، اهم حاجه يكون عندك اصرار. والله العظيم يا جماعه، انا يعني يوم ما بدات على السوشيال ميديا كان فيديو ما بيجيبش 500 مشاهده، وكنت بفتح لايفات تعب وسنين، لحد ما ربنا عز وجل اصريت ان انا اوصل معلومه للناس وليك ولولادنا ولده، وربنا عز وجل اعني، وبالاستعانه وبالدعاء ربنا اعني، والحمد لله في ناس محبين. ربنا يبارك فيكم جميعا، اني احبكم في الله. ففي يوم من الايام اوعى تحبط. لو عندك حاجه وعايز تعملها اوعى تحكيها لحد، خليها سر. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فان كل ذي نعمه محسوب. والله انا اعمل كده كده. ممكن يكون صديقك او الفلان اللي بتحكي له ده حاقد، او ممكن لما تحكي له يحبطك، فخليها سر. خلي النشاط جواك دايما. هتعمل مشروع، داخل على حاجه، استعن بالله وصلي لله، يا رب عيني وقويني، انا استخرت يا رب، انا ماليش غيرك، انت المعين، وتوكل على الله. والله العظيم خزائن ربنا ملآن. والله العظيم لو تطلب بيقين من الله عز وجل يديك. اهم حاجه النهارده مش احط رجلي على رجلي وقاعد على المقهى ومستني ادوس على الزر كل حاجه تتحقق والاحلام بتاعتنا تمشي. للاسف ده حال ناس كتير. والله العظيم اقسم بالله اشتغلت في جميع المهن، في الميكانيكا وفي الحداده وفي الامحاره وفي البنايه، وكنت بهد وبزرع نخل كل حاجه، عشان ما اقولش لفلان ده اديني، عشان اكون راجل واسد. اقسم بالله اشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه، المهم تكفي نفسك. لما اجى عدى واحد كده كان ما شاء الله طول بعرض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فقالوا لو ده سيدنا النبي جاهد في سبيل الله، حاجه كده ما شاء الله قوه.